السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناة وجبات ليلى التي ترحب بكم. سمحوا لي بزاف اخواتي لانني غبرت عليكم شويه. سمحوا لي بزاف انا كنت عيانه شويه، هذاك الشيء علاش غبرت عليكم، ولكن الحمد لله انا رجعت لكم، وان شاء الله نتمنى انني نعطيكم اكثر واكثر، ونتمنى الله تعالى غادي ان شاء الله غادي نعطيكم الجديد. ودابا غادي نقدم لكم الملوي ديال الشحمه، الملوي ديال المحلابات معمر. دابا غادي نحتاج بالنسبه للملوي ديالي 3 ديال البصلات مشلضين، وغادي نحتاج فلفله وحده مشلضه، ونحتاج شويه ديال الزيتون، شويه ديال المعدنوس، وغادي نحتاج هنايا كذلك 2 فلفلات كذلك مقطعين مربعات صغار، وغادي نحتاج هنايا شويه ديال الشاونيه، عندي هنايا شويه ديال السودانيه، شويه الملحه، شويه الكمون، شويه ديال الابزار، وهنايا عندي الشحمه مقطعها رقيقه، عندي شويه ديال الشحمه. وبالنسبه للعجين غادي نحتاج هنايا نص كيلو ديال الدقيق، كاس ديال العنبه ديال الزرع، وعندي هنايا زيت المائده. بسم الله، نبداو على بركه الله. نجيب إله ندير البصله، ندير الزيتون، الفلفله، لا كذلك حمراء، معدنوس، شحمه. ودابا غندير التوابل، ندير الملحه، ندير شويه الكمون، غندير السودانيه. عندي القياس على حساب اللي كياكل الحار يدير بزاف، انا تعجبني شويه الحار درت بالزايد. غندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الشاونيه تحميره، وغادي نخلط ونمشي مزيان. انا من بعد ما خلطته غنحتفظ به على جانب حتى نعجن العجينه ديال باش غادي نعمر. بسم الله، نبداو بالنسبه للعجين. غادي ندير الطحين ديالنا، غندير الزرع، غندير شويه ديال الملحه، وغادي نعجن. هكا حتى كنجمع العجينه. هي العجينه ديالنا كما كتشوفوا خفيفه. دابا غادي نشكل منها كويرات صغار لهذا القياس، وبالنسبه للقياس اللي كل واحد كيبغيه. كنمشي بحال هكا وكنسالي. من بعد ما ساليتهم غادي نجيب هاد الزيت هادي، غندير فيها شويه ديال الشاونيه، غادي نحرك. غادي نخليوه هنايا كيبوش الشيته. كذلك غادي نحتاجو الموس، غادي ندهنو شويه هنا، غادي نضربو الكويره ديالنا. مخصناش نديروها رقيقه بزاف باش الحشوه ما تقبلناش العجينه. غادي نجيب
شنو اللي درت، غندير القياس ديالي، وغندير شويه كذلك ديال الزيت هكا. يمكن لي غادي تسولوا غادي تقولوا علاش دارت البصله خضراء والفلفله خضراء ما شحراتهمش. انا هكا كندير لهم كنشحرهمش، ولكن غادي تقولوا انها ما غاديش طيب. لا بالعكس، انها كطيب مع المقله. فاش كطيبي الملويه ديالك راه كطيب، وجربوا غادي تشوفوه. وبالنسبه اللي بغاها يشحرها راه يمكن لك تشحريها شويه، دير شويه الزيت في المقله وكديري البصله حتى كتهبط شويه، وتزيدي عليها الفلفله وكديري التوابل وكتخليها حتى كتبرد، ويمكن لك تعمري بها شي بحال هكا. انا نعطيكم الطريقه، كنت كنهضر نعطيكم طريقه اخرى. غادي نشدو، قربوا عندي هنا تشوفوا، غادي نقطعوا شويه من هنا شويه من الفوق شويه من التحت، نعاودو كذلك هنايا هكا هنا هكا. وغادي نجيبو العماره ديالنا نديروها هنا في الجنب، غادي ندير لهادي هكا هكا. تنجيب تنطوي عاوتاني كذلك هنا هكا، كندهن الزيت تنجبد بحال هكا هكا. كما كتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادا. كنعاود كما كتشوفوا معايا هي، ونعاود باش تشوفوا معايا الطريقه مزيان. كما قلت لكم ما خصناش نرقوا العجينه، هانتوما شوفوا معايا بحال هكا. كندهنو شويه هكا، ندير العماره ديالي كنمشي ندير بحال هكا كما كتشوفوا. نعاود نجيب اخرى كنقلبها لهنا بحال هكا. نتوما الطريقه كتشوفوا، بغيتو ديروا بحال الطريقه اللي درت الاولى ديروها، وكنمشي بحال هكا حتى كنسالي العجينه ديالي كلها. من بعد المقله ديالنا ما سخنات وانا ساليت الملوي ديالي كامل، غادي نضربو بحال هكا. ما خصنيش نرقو بزاف، ما نخليهش غليظ، يجي شويه دابا. ندير المية ديالي، غادي نكمل هنايا في المقله. انا درت المقله كبيره، عندي مقله كبيره درتها باش نختصر الوقت، باش دغيا نربح الوقت. بدل ما ندير وحده كندير 3.
7 غادي نكمل ندير نخليوها حتى كتحمر من التحت عاد تنقلبوها. بالنسبه للعافيه ما خصهاش تكون مجهده وما تكونش قليله، تكون شويه. غادي نقلبهم، غادي نجيب الزيت والشعريه اللي درت وغادي ندوز هكا بالشيطه. ندوز على كامله باش تعطيني داك الكولور. نخليها بحال هكا حتى كطيب ونعاود نقلب حتى كتشوف الملويه ديالي طابت. وانا تندهن بالزيت. هنا الملويات ديالنا غادي نوجدو كما كتشوفوا تحمروا. انا غادي نعاود نكمل. نمشي بحال هكا نسالي الملويه ديالي حتى كنسالي الحشوه كامله غنطيبها. الملوي ديالي من بعد ما وجدتو هانتوما كتشوفوا، هانتوما كتشوفوا كي كيجي زوين. هانتوما كتشوفوا بالنسبه للبصله وسميتو راه طايب. ربما تقولوا راه ما غاديش يطيب هذا كما قلت لكم، راه كيطيب تيجي زوين. وكنتمنى ان يعجبكم. والى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. امل ان تنال اعجابكم ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب وزر المشاركه لتتواصلوا بكل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.